مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد طهيمي، قناه طهيمي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شائك معرفي جدا. جايين نكلمك لو الحيطان بتاعتك بايظه وعندك مشاكل كتير، بتعمل ايه عشان تعالج الديكورات بتاعتك والمشاكل بتاعتك اللي بتظهر معاك في الديكورات. من احلى المشاريع بتاعتنا وجايين نشرح لكم منها، بنوريكم الفيديو ونوريكم المشاكل اللي بتظهر معانا. هنا من اول ما نخش الباب احنا ابتدينا نغير الباب ونشوف المشروع بتاعنا. غيرنا الباب لان هم بيسلمونا باب تعبان جدا. نجيب باب مصفح، هتشوفوه في الفينش والتشطيب هيبقى شكله كويس قوي. نبتدي نخش الكوريدور هنا. ابتدينا نعمل الجيبسون بورد بحاجات غير منتظمه لان الحيطان ضايعه محاره. ابتدينا نعمل المعالجه دي عشان نظبط الشكل ده كله. ونبتدي نخش معانا بالانترانس هنا. كان عندنا في الاول المشروع بتاعنا ده كان هنا ده حمام كبير. لما نرجع كده ورا هتلاقي ده كان كله كوميونيكيت مع بعض. احنا ابتدينا نعمل الحيطه، ابتدينا نخش نفصل المنطقه دي ونعمل حمام لوحده، ضيوف مستقل، تويليت وبعد كده الحوض. فالشكل يبقى اشيك وعاملين ديكور بسيط مع الديكور اللي موجود هنا، فحاجه بسيطه قوي. تعالوا نخش بقى معانا بقى تانيه ونكمل. احنا عملنا دي مساله او لاندري، هي حاجه بسيطه قوي كده بس عاملينها نبص عليها. حاطين فيها كراكيب حتى دلوقتي لاندري كده بالغساله والسخان بتاع الحوض، بحيث ان احنا نقدر نستفاد بالدنيا. من اول ما نخش كده نلف مع بعض هتلاقي ايه؟ ابتدينا نقسم السكاشنز بتاعتنا او الفراغات بتاعتنا. المنطقه دي اللي هي هتبقى منطقه السفره باثنين تو لاين. هنا هيبقى ليه بروفايل وحبه شغل وحبه حركات كده، ونشوف حبه تكات وايه حركاته. والجيبسون بورد مع الليد مع التكوين بتاعنا هتلاقي الفراغ بتاعنا بالمنطقه دي. السفره احطها طول او عرض ايا كان الدايمنشن، اقدر احطها بالمساحه دي واقدر اشتغل معايا بالمنطقه دي. تابلو كبير هنا وشيك يظبط معايا كده. ثم عندي المكتبه بتاعت التي في ام بالحجم الفي اتش ده يظبط معايا المنطقه دي. ابتدينا نعمل معالجه الجبسون بورد بالتكوين من بيت النور الغاطس والبارز مع ثم الليد بروفايل، ثم نظبط المكان ده. العمود ده كان عندي عمود خرساني هنا وعمود خرساني هنا. ابتدينا نعرض ونظبط المقاسات لان المقاسات كانت غير منتظمه ونحولها لليد، وهتشوفوا فيها حبه حركات مستواها عالي قوي. يعني من ضمن الديكورات والشكل بتاعنا والقصه دي. هيبقى عندي هنا السيت اب بتاعي بالقعده بتاعتي، واستغليت لما نلف مع بعض كده انا بشوف العيوب عندي هنا في الحيطان عشان اعمل العلاقه. لان لما بتعمل جيبسون بورد العلاقه بتاعتك لما بتربطها فلات سليم مع الحيطه تبقى ضايعه، فبتحاول تعالج كل الحيطان اللي شغاله معانا دي كلها بحيث ان يبقى الزاويه زاويه محترمه جدا. المشاكل اللي بتقابلني في الدهانات عشان السبوت لما بيجي ينور دي مشكله من المشاكل القويه جدا. زي ما انتم شايفين على المعجون ابتدينا ندي سكينه واثنين وثلاثه حسب ما يحتاج قدام عشان نظبط الشكل بتاعنا ماشي ازاي. نفس القصه هنا اهو، لسه هيبقى في تحرير على الزوايا والكلام ده كله. تعالوا نشوف نخش بقى في ايه المنطقه الملكيه بتاعت ست البيت. المطبخ ابتدينا ما كانش الفراغ بتاعه من الفراغ ده هنا، كان الباب بتاعه من المنطقه دي. ما كانش فيه هنا المنطقه دي كلها، ما كانش امريكان. ابتدينا نفتحه. اكتب معايا كده مدير، هتلاقي الدنيا ايه. عملنا المطبخ بالحيطه بتاعتنا هنا دي هتبقى الثلاجه والديب فريزر، ثم التوزيعه بتاعتي، ثم الفراغ. حسيت بارتياحيه ونركب كام تابلو قصادنا كده، هتبقى الديكور افضل واشيك. والكاميرا دي اتخلقت والتكوين بتاعنا خلقناه بشكل جمالي. بصوا الحيطان مشاكلها التفاصيل بتاعتها، اشكال الضي بتاعها اهو. عمالين ندي عليها سكاكين معجون وبنحاول نصنفر ونرشم عشان نظبط الدنيا دي كلها. تعالوا نشوف برضو الدنيا لما نخش هنا. في كاميرا قطعت واحنا مكملين التكوين بتاعنا ودخلنا معانا نبص على الكوريدور ونرجع اوضه اوضه واحنا ماشيين مع بعض. يبقى هنا الكوريدور عملنا برضه لان المسافه ابتدت تكبر غير عكس المسافه اللي هناك، فابتدينا نعمل معالجه ديكوريه. الدنيا اختلفت مع تكوين الجيبسون بورد والعلاقات بتاعته. ثم احنا هنخش هنا اهو لغايه لما نقفل البوكس لاين قفلنا بيه وظبطنا الدنيا عشان نظبط المنطقه دي. نخش بقى في حته الحمام الملكي شويه، حمام البيت. تفتيح الاوبن بوك بتوزيعاته، ان انا يبقى الاوبن بوك بتاعي مفتوح هنا، الاوبن بوك مفتوح هنا، الاوبن بوك مفتوح هنا. والعلاقات الربط مع السيلينج او الجيبسون بورد يبقى الديكورات بتاعته مظبوطه وحاجه ريتش كده وتديك ارتياحيه كانك قاعد في فندق مع الخدمه الارضيه مساحات كبيره جدا معاها. ثم عملنا الوزر بتاعنا هنا عملناه امبرادور. لا عملناه يا ربي احنا اسفين خامه محترمه في الرخام. وظبطنا الدنيا فيها وظبطنا ايه الماتيريال وظبطنا القصه بتاعتنا. نخش بقى على اوضه النوم. نبدا باوضه النوم. حصل معالجه وحصل حاجات كتير قوي، من ضمنها احنا عمالين ايه نعالج اهو زي ما انتم شايفين القصه بتاعتنا هنا.
بتاعت المعجون بتهتم بالموجه. هنا في موجه عندي ابتديت اعالجها، ثم بنزل برشمه. زودنا ساوند سيستم، ظبطنا حبه حاجات وبنظبط الاكشن بتاعنا ده والحته دي كلها. عملنا معالجه هنا، خلينا نتفرج ونشوف. ابتدينا نسحب الخرسانه بجبس ممتاز ومعالجه عشان نظبط الدنيا، عشان ما يبقاش مصيص ويبقى الحجم يعني ايه، ما يبقاش فيها موجه ويبقى الديكور بتاعها مظبوط. هي صعبه جدا بس دي من ضمن المعالجات. عملنا جيبسون بورد لظهر السرير، فعندي الارتياحيه هنا مع الدولاب بتاعي بالمساحه دي، واقدر استفاد بالدايمنشنز هنا مع التلفزيون، مع انا عمال اعالج في المشاكل والعيوب اللي عماله ايه تظهر معانا. تعالوا نخش نشوف اوضه ثانيه واحنا ماشيين كده مع بعض، ونشوف بقى حبه المراحل والافكار اللي احنا داخلين عليها. اوضه الاطفال واوضه كريتيف شويه، ومعموله بارتياحيه وبجنان شويه. الاوضه دي ليها طابع خاص كده ايه، حاجه مجنونه. ده الجيبسون بورد هيبقى لون دارك شويه، ثم العلاقه بتاعتي هنا هيبقى ده بيت نور، فهينور بتكوين زي ما انتم شايفين كده. ثم يبقى انا عندي سرير هنا، سرير ناحيه ثانيه، تابلو في النص، حاجه كريتيف مع حبه سلايد او شرايح خشب تظبط مع الدنيا. مع ان التكوين هيرد عليا هنا. عملنا كده ليه؟ لان الاوضه فيها شطره بالجنب العدسه بتاعت الكاميرا اللي هنشوفه بتاع الشباك كده. هنبص هتلاقي ايه؟ في كاميرا هنا العرض، العصا ده، فاحنا بوظنا العيب في ديكور العيب، ما بقاش عيب. اي حد بيحتاج بيقوله، بس هو ماشي وشغال زي الفل. خلينا نكمل ونخش ونشوف الدنيا مع بعض من الطرقه. والطرقه برضه كركوبنا زي ما انتم شايفين. العلاقه هنا ما تبقاش سيمتريه، السيمتريه ما بتديش شكل كويس. وابتدينا نعالج اهو برضه في الحيطان واحنا ماشيين. نخش بقى في الاوضه اللي هي ايه؟ هتبقى دربكه او هتبقى دماغ عاليه. اوضه المعيشه. اولا باب المعيشه ما كانش من الحته دي، كان من الفراغ الثاني. ليه عملناها هنا؟ زي ما انتم شايفين كده على العدسه بتاعت الكاميرا. تعالى كده هتلاقي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، اديتنا وسع واديتنا عمق للشقه، كانت سد لكن كده دلوقتي هتلاقي الديكور بتاعها اتطور، مع ان ده هيبقى التي في وول والحيطه بتاعتي، وعملت ال شيب كده واكستنشن هنا للديكور بتاعي، فهيبقى الشكل بتاعي مظبوط مع الجيبسون بورد، مع التكوين الفراغات هنا بالنسبه لنا، مع السبوت لايتس والكلام ده كله. فهيبقى الموضوع فيه ارتياحيه وفيه ديكور كويس قوي. تعالوا نشوف برضه اهي ابتدينا نعالج المشاكل واحنا نازلين بعد ما انتهينا عدد السكاكين. الرمادي الغامق ده المعجون بتاعنا والشكل بتاعنا ازاي. يعني لما يكون عندك 3 مفاتيح بتحط ال3 جنب بعض، في ناس بتحط واحده فرد سنجل، لا فاستفاد بالمسافه، استفاد بالامرجنسي، استفاد بالطوارئ. فانت عشان تبقى المشاكل بتاعتك ما تظهرش. الساوند سيستم الالوان بتاعتك هتظهر ازاي مع الساوند سيستم والتراك. شكل الديكور زي ما انتم شايفين، جيبسون بورد ابتدينا نعالج الحيطه التخصيص عشان ما نكلفش العميل خرسانه. في الخرسانه نحط جيبسون بورد، لان في ناس كتير قوي بتسرق في الجيبسون بورد وتحط افكار كتير قوي، تحط امطار على تكلفه الزبون وما بيبقاش عارف المشكله. تخيل ان السقف بتاعي كان لما نازل في الاخر الجيبسون بورد كان نازل الاول الرمادي ده، فانا ما كانش هيبقى عندي مساحه، لان هو ده الباب هلمس السقف وحرفيا فكينا الشقه دي وشفت الفيديو بتاعها بنفس التفاصيل دي. كانت المشاكل دي كلها ابتدينا نعالج وابتدينا نحل وابتدينا نلحق العميل بتاعنا ونحطه، لان كان في مشكله من المشاكل اللي هي كانت بتحصل استغلال العميل او جهاز العميل عدم معرفته او عدم قرايته بالتشغيل. فكان في تكلفه اوفر، كان في خامات كتيره اوفر، حاجات كتيره قوي ما كانش ليها اي علاقه ببعض. بس الحمد لله وفي ربنا ابتدينا نظبط الدنيا ونشوف الديكور. زي ما انتم شايفين النتيجه دي ما كانتش هي دي في الاول، والحمد لله السيراميك والارضيه البورسلين مع الارضيه البورسلين المتر 20 مع العلاقات الربط والكلام ده كله، الحمد لله كان في توفيق من ربنا. مجمل الحوار ما تخليش حد يشتغل، خليه ماشي على خطى كويس، ذاكر كويس، اعرف معلومات كتير، اسال كتير، خد القرار، اشتغل مع حد فاهم او عنده درايه بالتشطيب او التوضيب. بالبلدي يعني خليك متريث في الموضوع معاك شويه، خد حقك، افهم، ارسم. بدون رسم هتلاقي نتائج بلدي، هتلاقي نتائج عشوائيه. بدون تقسيم هتلاقي حاجات كتير قوي. بدون ستاف او فريق مهندس او تيم او حاجه لازم تكون انت كوردينيت. ممكن نناقش مع الرجاله عشان المشاكل دي، ممكن نناقش هتلاقي زي ما انت شايف كده السكينه هنا فيها عاليه قوي او خاسه شويه فيبتدي يرد عليها تاني، فالحاجات دي بتبتدي تتقفل ويرد. الكاميرا اللي موجود ده، كل الحاجات دي مشكله، فلازم نخلي بالنا من الحته دي، ولازم نخلي بالنا من الوظيفيه. الوظيفيه ليها دور مهم قوي ودور عنصر فعال. بالبلدي ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معانا في القناه. معاكم اخوكم مهندس ديكور محمد دهاني. السلام عليكم.